اليوم. أنهى اتحاد كرة القدم عقد المدرب الصربي بيتروفيتش بالتراضي، وسمى حكيم شاكر مدربا لمنتخبنا الوطني لإدارة المنتخب خلال التصفيات الآسيوية المقبلة المؤهلة إلى استراليا عام 2015. الحكيم شاكر مدربا لأسود رافدين، هذا ما قرره اتحاد كرة القدم بعد أن أبعد صربي بيتروفيتش. قرار إعادة الحكيم إلى قيادة كتيبة الأسود جاء بعد اجتماع عقد في مقر الاتحاد، قرار يقول عنه من اتخذه وصادق عليه أنه سيصب في مصلحة الاستحقاقات المقبلة للأسود. المدرب ما توافق معنا حقيقة، المدرب فلاديمير كل التقدير والاحترام، وهذا حق مشروع على اتحاد كرة القدم أن يغير مدربه. الكابتن حكيم شاكر راح يقود دفة المنتخب مع الكادر الأستاذ كريم نائب إن شاء الله يوفقه، لأن مباراتنا كبيرة مع الفريق السعودي يحتاج مثل الكابتن حكيم شاكر أن يخوض المنتخب الوطني. ومن نصب للقيادة يقول بأنه وضع خارطة طريق سينتصر فيها الأسود، لأن الجمهور يسانده وينتظر الأفراح منه. علينا أن نعد العدة. اليوم قدمنا البرنامج مالنا متكامل، اعتمدنا على ورقة عمل أعطيت للاتحاد العراقي بها أسماء اللاعبين وبها أسماء لكل الكوادر التي ستعمل معنا، وأيضا هي بها دعوة للاعبين. لذلك من خلال العراقية سيكون برنامجنا يبدأ الخميس الساعة 4 على ملعب الشعب. وجديد لدى الحكيم هو عودة النجوم المخضرمين إلى صفوف المنتخب. هذه الركائز وليس اسماء، ركائز مهمة لي. وجود يونس وكرار وقصي ورحيمة وسلام هي ركائز مهمة، ونور ركائز مهمة من خلالها سأبني التكتيك وطريقة اللعب والنظام على ما موجود من لاعبين مبدعين. إعلاميون باركوا مسعى الاتحاد بإناطة تدريب الأسود لحكيم شاكر، لأنهم يقولون أهل مكة أدرى بشعابها. المهمة صعبة جدا، ولكن أتصور أنه لدى المدرب حكيم شاكر معرفة وخبرة باللاعبين العراقيين سواء المتواجدين على الساحة العراقية أو المحترفين في الخارج أكثر من الفكرة التي يملكها المدرب السابق بيتروفيتش. لهذا أتصور أنه نسبة إمكانية نجاح المدرب المحلي في هذه المهمة ستكون أفضل مما لو أتيحت للمدرب الصربي المقال. بين التفاؤل المقرون بتولي حكيم شاكر مهمة تدريب الأسود وفترة الإعداد المتبقية، تبقى الآمال معقودة بأقدام اللاعبين وحكمة الحكيم في استرداد هوية المنتخب للوصول إلى غابات استراليا بسلام. من بغداد هيثم الطائي، العراقية.